ازاي خليت الفيديو اللي طالع من الكانون ام 50 مارك 2 اللي هو اللي قدامك دلوقتي ده بدل ما هو كده يبقى كده. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ وفي الفيديو بتاع النهارده هنعرف ازاي قدرت اخلي الفيديو ده من شكله ده للشكل اللي احنا شفناه من شويه. والفكره ان الفيديوهين بنفس الكاميرا اللي هي الكانون ام 50 مارك 2. طيب لما احنا كله بينصحنا نطور من المحتوى ونجيب كاميرا اعلى، طب ما الكاميرا مطلعه جوده زي الزفت، هيبقى ايه الفكره من وجود الكاميرا؟ الكاميرا هي جزء من اجزاء كتير جدا هي اللي بتاثر على جوده الفيديو، والكاميرا مش كل حاجه، وده اثبات. يعني دي كاميرا هي كانون ام 50 مارك 2، لو جبت موبايلي دلوقتي صورت بيها هيطلع احسن من كده. فمن غير رغي كتير قوي خلينا نخش في التفاصيل على طول ونعرف ازاي هنحول الفيديو من كده. الشكل اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده طبعا اللي انا حاطته لك في المونتاج يعني. طيب اول حاجه الفيديو اللي شايفه قدامك ده اللي طالع من الكاميرا كانون ام 50 مارك 2 واللمبه اللي في السقف فقط لا غير، مش بنستخدم اي حاجه تانية. وكمان بنستخدم البيكتشر بروفايل اللي هو دي انماط الالوان اللي في الكاميرا. بنستخدم الستاندرد اللي هو العادي للالوان طبيعيه، هي اللي ورايا تيل عادي طبيعي وده ابيض عادي ووشي بلونه الطبيعي عادي. ودلوقتي نبدا باول خطوه. كده انا عملت اول خطوه، اظن انت واخد بالك جدا من الفرق، وهو ان انا خليت الفيديو بتاعي فلات. انا ولا زودت ايزو ولا عملت اي حاجه، لانك هتلاحظ ان الشادوز فتحت. انا ما بعملش اي حاجه. الفكره كلها ان انا بدل البروفايل اللي فات اللي هو ستاندرد اللي هو اللي احنا كنا لسه فيه من شويه، خليته دلوقتي على الناتشرال كلر بروفايل. والموضوع ده كبير جدا، بس باختصار احنا وصلنا لايه؟ احنا صورنا فلات من غير الوان، الالوان كلها بقت شبه باهته لان الكونتراست دلوقتي على صفر او -4 كمان، وساتوريشن على -4، فاحنا شلنا الالوان والتشبع من الصوره. فخلينا اكلمك باختصار كده عن اللوج، تصوير الفلات اللي من غير الوان. الفكره كلها ان انت لما بتصور على ستاندرد او اللي هو الطبيعي، الكاميرا بتفرض عليك الوانها، اللي هو ده تيل، هو تيل، ده لون بشرتك، خد ده لون بشرتك، ده 1 2 3، ده 1 2 3، وبتبقى مفروضه عليك هذه الالوان، ما بتعرفش بعد كده تغيرها في البوست برودكشن براحتك. لما بنصور لوج او فلات او زي ما انت شايف دلوقتي اللي هو اغلب الحاجات رمادي، باجي انا في البوست برودكشن اللون ده مش عاجبني اقدر اغيره، بشرتي مش عاجباني اقدر افتحها او اغمقها او ازود لها الاورنج شويه او اشيل منها الاورنج شويه، ازود لها تشبع، اشيل منها تشبع، تعيش حياتك. هتقول لي طب يا عم بشوي انا عارف الكلام ده كله، بس كاميرا الكانون ام 50 او الام 50 مارك 2 ما فيهاش اصلا تصوير لوج. ودي حقيقه، الكاميرا فعلا ما بتدعمش تصوير اللوج او الفلات او اللي هو التصوير انت شايفه قدامك ده من غير اي الوان تماما. طيب ايه الحل؟ عندنا اكتر من حل والحلول كتيره جدا. اول حل منهم وهو انك بتحمل من جوجل كروم حاجه اسمها سيني ستايل كولر بروفايل، وده انا جربته لكن ما عجبنيش. وفي انواع تانية طبعا مدفوعه وليها كذا طريقه، لكن اكتر طريقه عجبتني واللي انا شغال بيها دلوقتي وهي الناتشورال كولر بروفايل. ده موجود اصلا في الكاميرا لكن بنعدل عليه. الفكره ان السين ستايل بيديك فلات افضل من ده على فكره، بيبقى حرفيا كل حاجه رصاصي فقط، لكن الفكره ان السين ستايل لما بتعدل عليه ما بيطلعش بكواليتي كويسه. ده نفس المشهد هو متصور بالناتشورال كولر بروفايل والسين ستايل كولر بروفايل، هتلاحظ ان السين ستايل فعلا يعني فلات اكتر بكتير وفلات حقيقي، بس بعد ما بيتلون ما بيعجبنيش قوي فعلا. ومن تجربتي ومن تجربه كذا حد بيطلع الكونتراست فيه غبي وما بيطلعش حلو، لان الكاميرا اصلا ما فيهاش الدعم للموضوع ده. فعشان كده افضل حاجه ان احنا بنستخدم كلر بروفايل، هو اصلا محطوط من الشركه على سوفت وير الكاميرا، فاحنا ما ضفناش حاجه من عندنا، عشان كده بيشتغل كويس واوبتمايزد كويس قوي. بس بنعدل عليه. بنعدله ازاي بقى؟ زي ما انت شايف دلوقتي، اول حاجه بنيجي على الشاربنس وبنخليها على اقل حاجه خالص. في ناس بتخليها على 2، انا بحب اخليها على 0 تماما. الطبيعي بتاعها ان هي بتبقى على 5 اصلا. وفي البوست برودكشن او في المونتاج انا بعليها براحتي. الفيديو بتاعي اللي انت شايفه قدامك ده مثلا بعد ما بلونه بخليها على حاجه و30 حاجه و40. في فيديوهات تانية ممكن احتاج 10 بس، ممكن احتاج 20 بس، ممكن احتاج 70. فانا بحب اخليها على 0 وبزودها في المونتاج. ودي نقطه حلوه قوي انك تتحكم في الشاربنس بتاعتك براحتك. عشان كده تلاحظ ان الفيديو دلوقتي واحنا لسه فلات تحس ان وشي اوت اوف فوكس اصلا، لان الشاربنس 0. لما بزودها في التلوين بنحس بقى ان الدبس اوف فيلد اتحط في الفيديو. فبس كده، بعد ما بنشغل ناتشورال كلر بروفايل على نفس التعديل اللي انا وريته لك، بنطلع بالمنظر اللي انت شايفه دلوقتي ده. وطبعا هو عامل كده ان احنا لسه ما نورناش الفيديو بتاعنا، فهنخش على الخطوه اللي بعد كده وهي الاضاءات. هنبدا باول خطوه في توزيع الاضاءه، وهي ان احنا حرفيا طفينا كل انوار الاوضه. انا قاعد قدامك دلوقتي بس طبعا انت مش شايفني يعني. فدلوقتي احنا طفينا كل انوار الاوضه، لان ما ينفعش نوزع وفي نور تاني شغال في السقف، او الاضاءات اللي السي ار اي بتاعها معفن دي، او بمعنى اصح جودتها وحشه جدا. تعالى بقى نوزع الاضاءه على نظافه. اول حاجه نشغل الكي لايت بتاعنا او الاضاءه الاساسيه. يلا بينا نشغله. كده احنا شغلنا الكي لايت بتاعنا.
اكيد هو مش كده. ايه الفكره بقى؟ احنا من شويه كنا بنصور باللمبه اللي في السقف اللي ملهاش اي 30 لازمه حرفيا، فكنا مضطرين نخلي الايزو بتاعنا على 5800 علشان ننور بقوه الاضاءه الضعيفه اللي كانت فوق دي. فنظبط الايزو ونرجع نشوف شكل الفيديو. دلوقتي احنا كده ظبطنا الايزو بتاعنا، والايزو دلوقتي على 500. ده الكي لايت اللي هو الضوء الاساسي اللي بينور تلتين وشك وبيعمل لك زي مثلث صغنن هنا، اللي بنعبيه بعد كده بحاجه اسمها الفيل لايت. بالنسبه بقى للكي لايت بتاعي هو الجودوكس اس ال 60 دبليو ال 60 واط ال 5600 كلفن. دي درجه حرارته اللي هي الداي لايت او تقريبا شبه درجه حراره الشمس. دلوقتي دي الاضاءه اللي احنا واخدينها منه، وانا حاطط قدامه 2 ديفيوزر، يعني واحد حاطه على الهيد نفسها والتاني حاطه قدامه كده، لان لسه البارابوليك ما وصلتنيش. انا لسه جايب الاضاءه دي على فكره، فما وصلتنيش البارابوليك نفسها. دي على فكره طريقه محترمه جدا لتنعيم الاضاءه لو انت لسه ما عندكش بارابوليك او اي حاجه بتعمل ديفيوجن كبيره قوي. اي موديفاير عامه، يعني لو لسه ما عندكش اي موديفاير ممكن تستخدم اي حاجه زي كده وتحطها تعلقها قدام اللايت، بتديك برضو تنعيم للاضاءه كويس جدا. يعني هو في شادوز بس مش بالقوه اللي هي يعني. وانا شايف الاضاءه ناعمه كويسه جدا. انا بشرتي طبعا في البوست برودكشن اصلا هنظبطها اكتر يعني. ده بالنسبه للكي لايت. الفيل لايت بقى، تعال نشغل الفيل لايت كده. احنا شغلنا الفيل لايت بتاعنا اللي هو عباره عن رينج لايت باللون الاصفر، ضارب هنا في الكمبيوتر وضارب هنا بينور الحتت اللي عامله ظل من الناحيه دي، وفي نفس الوقت بينورك من هنا عشان يعزلك عن الخلفيه اللي ورا، لان لسه هننور الخلفيه. كده معانا الكي لايت والفيل لايت، ودي الجوده اللي احنا طلعنا بيها. دلوقتي هنزود ايه بقى؟ هنزود الباك جراوند لايت، هنزود بقى الاضاءات اللي في الخلفيه. هنبداها بحاجتين مهمين قوي قوي قوي. نولع اضاءه الكيسه. طبعا من شويه اضاءه الكيسه كانت وحشه جدا لان الايزو كان عالي قوي، فكان ده فاقع قوي. لما قللنا الايزو بقت تحفه. وننور الشاشه، هتظهر برضو ورانا بشكل كويس قوي، بتضيف اي حاجه للخلفيه. دلوقتي بقى ده شكل الخلفيه عندنا، طبعا حسب المجال بتاعك يعني. فصباح الفل لازم احط طبعا تايم لاين محترم، لان احنا بنتكلم عن الفيلم ميكنج او صناعه الافلام. ساعات بكتفي بيهم كده زي ما احنا، وساعات بزود لمبه خضراء كده، بس بصراحه مكسل اقوم اجيبها يعني. ففي الاغلب انا بكتفي بيهم كده اصلا. يبقى ده شكل الفيديو بتاعي. كده احنا وصلنا لحد فين؟ كده احنا وصلنا لحد ما نورنا كل الاضاءات بتاعتنا، وطبعا مطفين لمبه السقف. فاضل خطوه واحده وهي البوست برودكشن، او ان احنا نعمل المونتاج. طبعا مش هنشرح المونتاج كله، لكن نتكلم دلوقتي على النقطه بتاعتنا وهي الكالر كوريكشن والكالر جريدنج. لازم نعمل تلوين للفيديو اللي احنا صورناه، اللي احنا مصورين على فلات يعتبر او من غير الوان. فهناخد اللي احنا صورناه ده نرميه على برنامج المونتاج بتاعنا اللي هو ادوبي بريمير برو. ندخل على قائمه كالر ونحط شويه حاجات، هيبقى الفيديو بتاعنا بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده. كده شكل الفيديو بعد ما لوناه، وصلنا للليفل ده. طبعا مش هشرح لك التلوين في الفيديو بتاع النهارده علشان وقت الفيديو ما يطولش قوي، لكن في الاي اللي فوق هنا دي او الناحيه دي على حسب بقى انت عربي ولا انجليش، هتلاقي فيديو لسه منزله من قريب، فيديو حرفيا تحفه. مش عشان الفيديو بتاعي والله، بس هو فعلا تحفه عن التلوين. انا مش شرحه اكاديمي بقعد اقول لك 1 2 3، لا، انا واخدك معايا مصورين فيديو سوا وقاعدين نلون فيديو بتاعي. بوريك انا ازاي بلون فيديوهاتي، انا ايه الخطوات اللي بعملها وبشتغل ازاي والترتيب اللي بشتغل بيه وبوصل لايه وازاي. فيديو تقريبا حوالي ربع ساعه، بس فعلا فيه خلاصه التلوين على ادوبي بريمير. طبعا مش ادفانسد، يعني مش شارح لك كل التفاصيل، لكن شارح لك كل اللي انا بعمله في اغلب مشاريعي. انصحك جدا تدخل تشوفه، مهم جدا جدا جدا. وهتلاقي هنا فيديو كامل كنت عامله عن توزيع الاضاءه، بس ازاي توزع الاضاءه بتاعتك كويس قوي. روح شوفه هيفيدك جدا جدا جدا. وبما ان انا مستخدم للكانون ام 50 مارك 2 من يوم اصدارها حرفيا، ما كانتش كملت اسبوعين في السوق كنت مشتريها. فلو عندك اي اسئله تخص الكاميرا او كده اكتب لي في الكومنتس. يعني اعتقد هي بقى معايا بقى لها حوالي سنتين 3، فانا ملم بكل حاجه في الكاميرا. فلو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس. وبس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اشوفك بقى في الفيديو اللي جاي.